بدك تعرف كيف رب العالمين راح يفتح عليك؟ افتح على سورة لقمان الآية 16. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ما تقول الابواب مسكرة والناس عم ترفض. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث من أروع الأحاديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لذلك كان في أبيات رائعة تقول: إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل، كم أنقذ الله مضطرا برحمته وكم أنال ذوي الآمال ما أمل.